ونبين للمشاهد الكريم بأن هذه عجلات كانت مفخخة داخل أحد الخيم تسمى خيمة الرباط شباب سنة العراق. هذه العجلة كانت مصائد مغفلين إلى أبناء وإلى القوات الأمنية لغرض الإيقاع أو الإيهام أو وقوع أكثر خسائر في القوات الأمنية، لكن والحمد لله لدينا الوعي الكامل، لدينا الخطة الكاملة. تم إدخال فريق قسم المعالجة المتفجرات ومن شرطة الأنبار الأبطال بمعالجة هذه العجلات لغرض عدم وقوع خسائر. هذه الساحات بما تنادي من قبل الجميع من قبل الناس بأنها آمنة، هذا الأمان. هذه العجلة الثانية الأخرى في داخل الخيمة في داخل هذه الخيمة أيضا كانت مفخخة بتفكيك كامل، وتم معالجتها أيضا من قسم المتفجرات من قبل الشرطة.